ناقشت لجنة الحج العليا في اجتماعها بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد شبيبة الاستعدادات المبكرة لموسم حج 1447 هجرية. واستعرض الاجتماع الجدول الزمني المعتمد من وزارة الحج والعمرة السعودية، مشددا على أهمية مواكبة مراحله الزمنية والالتزام الصارم به في جميع مراحل العمل التنظيمي والإداري والفني. وتطرق الاجتماع إلى تجربة موسم حج 1446 وأقر تشكيل لجنة مختصة لتقييم الأداء. وفي سياق الإجراءات التنفيذية، حثت اللجنة المنشآت المعتمدة على سرعة التوريد واستغلال الوقت المتاح قبل انتهاء المدة المحددة، وذلك التزاما بالتعليمات المنظمة وضمانا لاستكمال الترتيبات المبكرة بكل كفاءة. وأكد الوزير شبيبة على ضرورة الاستفادة من الفترة الحالية في الإعداد والتخطيط المبكر والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة بما يكفل تقديم خدمات أفضل لحجاج بلادنا ويرتقي بجودة العمل المؤسسي ويعكس صورة مشرفة عن بعثة الحج اليمنية.